كيف يسلك الراهب المبتدئ حسنا وكيف ينمو في فضيلة الاحتمال. وفي البستان يقول احتمل كل ما يأتي عليك، بس احتمل برضا قلبك. يعني في واحد بيحتمل من بره وما يردش لكن بيغلي من جوه. ولذلك أنا دايما بشدد على حكاية من جوه تبقى إيه؟ لأن ربنا بيقول أعطيني قلبك، لأن ممكن المصغر يكون مصغر كويس والقلب مش مظبوط. فالمفروض إنك أنت تحتمل من بره ومن جوه. من بره لا تصور ولا تضيق ولا تحتاج ولا تعمل أي حاجة، ومن جوه تقول دي حاجة بسيطة يعني تعيش الواحد يزعل منها يعني مش كل حاجة تكبر في قلبك. لا وزال يعني لا 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 لا. أنا فاكر إن أنا وقعت في الحكاية دي في بدء حياتي في الرهبنة. أول مسؤولية ادهاني كان مكتبة الجيش، المكتبة المطبعة يعني. إلى جوار شغلي في المجمع يعني. فكنت بنظم المكتبة تنظيم دقيق جدا، وأعمل كارتات لكل كتاب، مش لكل كتاب كارتات. يعني مثلا كتاب اسمه ميامر، أروح كاتب الكتاب كارت ليه إنه فيه مثلا كذا ميمر، وبعدين أعمل لكل ميمر كارت عشان اللي عايز يدرس موضوعيا يلاقيه. كنت بشتغل شغل جامد يعني في المكتبة. فكان أما توفيق بيسافر ويرجع، فأطلب منه إنه يجيب لنا مثلا أقلام، يجيب كراسات، يجيب كارتات، يجيب حاجات زي كده. فمرة راح ما جابش. قلت يعني معلش شوية حاجات تافهة دي، ما تجيبش قروش، ما يجيبش ويعطل شغل في المكتبة. فكان الربيطة في ذلك الوقت أبونا مقدس السورياني اللي هو أحمد مدرس وصديق لي من زمان. قال لي شوف أنت لو اتضايقت أما الريس مش هيسمح بإنك تتضايق، هيجيب لك كل اللي أنت عايزه. ولو جاب لك كل اللي أنت عايزه مش كويسة ليك في الرهبنة. قلت فعلا الكلام ده كلام مظبوط. لو أنا هتدلل في الرهبنة وكل اللي أنا عايزه يجيني، ولو حاجة مش عايزها أزعل علشانها، يبقى برضه مش صح. وقعدت أضربها في مخي لقيت الكلام مظبوط. واحد ترك العالم كله ويهمه شوية كارتات ولا مش كارتات. هنا وأنبهكم لحاجة، إن ممكن الخطية لا تأتي عن طريق شخصي، إنما عن طريق العمل الواحد فيه. يعني مش ضروري ما أقتنيه أنا، إنما ما يقتنيه الدير. مش ضروري الحاجة اللي تريحني أنا شخصيا، إنما اللي تريح النظام الموجود. يعني هو الواحد لما الشيطان يحاربه إما شخصيا لإما بالدايرة اللي بيعيش فيها. زي أنا ما أزعلش على نفسي، أزعل على المجموعة بتاعتي. بقيت المجموعة إزاي ومجموعة على العالم يعني ما إيه؟ الشيطان يعني يجيبنا من شركة ونخرج من أي حاجة. ففضيلة الاحتمال إن الإنسان يحتمل ويحتمل برضا دون تذمر داخلي. التذمر الداخلي دي مشكلة، وممكن واحد يتذمر بالألفاظ من بره، وممكن واحد يتذمر ويثير التذمر وسط آخرين، وممكن واحد لا يتذمر بلسانه ولا يثير التذمر وسط آخرين، لكن من جوه في تذمر وفي الفكر في تذمر. فيحافظ الراهب على رحمانيته في ظل المتغيرات
التكنولوجيا ممكن تستخدم في الخير وممكن تستخدم في الرفاهية. يعني مش كل التكنولوجيا تضر الراحل. وحكاية التكنولوجيا دي أو نبسط شوية ونقول الرقي العلمي شوية، ما مر فيه العالم كله. يعني زمان ما كانش فيه كتابة إلا مخطوطات يخطوا حاجة باليد. بقت الكتب موجودة بالطباعة وفي متناول اليد أكثر من الأول. هل ده ضرت الإنسان؟ ما ضرتوش. المهم زي ما قال يعني بولس الرسول، كل الأشياء تحل لي، لكن المهم توافق أو لا توافق. فإيه اللي تعبك في التكنولوجيا؟ ممكن تبعت لي سؤال تاني تقول لي اللي تعبني في التكنولوجيا إيه؟ لكن مثلا المتغيرات زي الكهرباء دي، احنا عشنا فترة على إزازة اللمبة، لمبة نمرة 5، ولما ارتقينا جدا بقت لمبة نمرة 10، لكن ما كانش في كهرباء. الكهرباء دلوقتي ممكن تعمل أجهزة كهربائية، والأجهزة الكهربائية عددها ما ينتهيش. فاللي عايز يخش في حياة الرفاهية يجيب أجهزة تناسب الرفاهية، لأن في كهرباء في البيت. زمان ما كانش فيه الموبايل فون ده اللي هو اللي بيسموه المحمول. دي التكنولوجيا الضارة ممكن يستخدموها المسؤولون عن الإدارة في الدير بدون ما ينضروا، لكن لو أنت استخدمتها صدقوني وأنا بكلمكم كلام ومعلوماته العملية موجودة في مخي، في ناس تركوا الرهبنة بسبب الموبايل فون. لا، بالموبايل فون بنت تيجي زيارة للدير يتعرف عليها ويديني تليفونك وقال تليفوني، والصلات مع بعض لغاية لما وجدت علاقة سبب رهبنة وخلاص. أنا مش بقول لكم كده عشان تعملوا كده، عشان تحترسوا. في واحد